¿Podemos el número? شوفوا ردة الفعل ديال الملك ديال اسبانيا منين غادي يسول لامين يامال واحد السؤال. شوفوا شنو غادي يطرا بيناتهم. هنا الملك ديال اسبانيا مباشره من بعد الفوز ديال لاروخ على ايطاليا بنتيجه 1-0 غادي ينزل فيستير باش يحييه ويسلم على اللعابات. شوفوا هنايا غادي يوصل حتى عند لامين يامال، غادي يسلم عليه، هنا غادي يسولو، غادي يقول ليه شحال في عمرك، ولامين يامال غايقول ليه 16 عام. شوفوا ردة الفعل ديالو. وردة الفعل ديال الملك ديال اسبانيا تتبين على انه كان مدهوش بالاداء الكبير اللي قدمه المهاجم ديال اسبانيا. شي حاجه اليوم كانوا واعر بصراحه. تخيل معنا في مباراة ايطاليا واسبانيا لامين يامال وويليامز، جوج بيهم 8 د المراوغات الصحيحه في المباراه، 8 د المراوغات الصحيحه. المنتخب الايطالي كله 11 لاعب ولا 10 ديال اللاعب، جوج ديال المراوغات الصحيحه امام الثنائي الصغير، امام واحد مازال 16 سنه، مازال الى سجل هدف في اليورو غيكون هو اصغر لاعب كيسجل في المسابقات الكبيره في تاريخ كره القدم. يقبل منه كان بيلي. شيء عادي والله، ما طبيعيين الجوج. لامين يامال خرافي. ديل بييرو يتكلم عن لامين يامال بعد انتهاء المباراة: حذرنا اللاعبين لا تتركوا مساحات للاعب لامين يامال لحتى جاء وقت المباراة وتلاعب بموتانا. كنا نحفز اللاعبين قادرين على منتخب اسبانيا رغم الصعوبات، ولكن منتخب اسبانيا يمتلك شاب موهوب لا تترك له المساحة. هو لامين يامال يستطيع يفعل بك أي شيء حتى لو بلغت الصمود. لمدة الدقيقة 90 لامين يامال كان يتراقص بموتان. اسمع أسطورة التدريب أرسن فينجر ومحلل قناة سكاي سبورت على أحدهم أن ينزل إلى أرض الملعب ويخبر لامين يامال أنه يلعب أمام ملوك الدفاع الطليان. لقد عبث بهم جميعا. عندما يصبح عمره 20 عاما سيعبث بكرة القدم. إننا أمام أسطورة حقيقية في أول بطولة له دولية، وهي بطولة اليورو، ليست أي بطولة. كلام كبير فعلا. اسبانيا اليوم اكتسحت الطليان اكتساح. لامين فكره التصديق انه 16 وماشي في ال 17 غريبه الشكل طبعا، لانه من كريستيانو 2004 مفيش الكلام ده، مفيش حاجه بالنوع وبالشكل ده. يعني انا بالنسبه لي لامين الماتش اللي فات ده قدام كرواتيا اللي هو منتخب كبير جدا ومصنف، الحاجه الجديده اللي هي غير كل اللي احنا شفناه انه بقى عصب. يعني فكره الحفاظ على الكوره والدخول في معارك، اخش وسط 3 4 وانا واثق ان انا اعدي حتى لو هاخد الفاول في الاخر، ابقى راجع وعارف ان انا هشتبك وانا اللي هقطع الكوره وانا اللي هاخدها. ده الجديد اللي كان العالم مستنيه يشوف هو هنا هيتطور هيبقى عامل ازاي، لانه لعيبه كتيره في المكان ده طلعت ورقصت وعدت وحطت الارتو وعملت كل حاجه، لكن في النهايه بتيجي عند منحنى تطور معين كله بيقف. لكن هو هنا حافظ على نفس الجوده اللي موجوده عنده قدام اي خطوط دفاع مهما كانت، حافظ على دقه العرضيه اللي انا شايفها. يعني الاساس ده ارتفاع الكره خط. شباب اقول لكم على معلومه: لامين يامال هذا اللاعب اللي هيلعب دلوقتي في مباراه اسبانيا وايطاليا، مباراه قويه في اوروبا، اكبر من ابن كريستيانو رونالدو بسنتين بس، واكبر من ابن ليونيل ميسي ب4 سنوات. تخيلوا. يا ترى هذا اللاعب سيتلاعب بدفاع ايطاليا اليوم ولا ايه اللي هيحصل؟ خلينا نشوف. اي حدا بيقول لك لامين يامال موهوب قل له ارحمنا يا عم. اي حدا بيقول لك لاعب منفوخ ما له مستقبل احضره من حياتك، اكس عليه. لا يصلح انه يكون صديق، لا يصلح انه يكون اخ، عم يضحك عليك. والله موهوب يا عم، لعيب يا عم، تلعب بدفاعات ايطاليا كلها، وداهم بخبر كان يا عم. دي ماركو شو اللي صار فيه، باريلا شو اللي عملوا فيه. عارفين مين هذا اللي جنب لامين يامال؟ هذا مو معجب يبغى يتصور مع لامين يامال، ولا اخوه ولا حتى صديقه، هذا ابوه. تخيلوا معي، هذا والد الطفل لامين يامال اللي اصبح رسميا اصغر لاعب يصنع هدف في تاريخ اليورو. عمره 16 عام و338 يوم. احد مشجعي المنتخب الاسباني كتب له هذه اللافته تقول: اهدني قميصك وساختبر عنك الرياضيات. رغم صغر سنه لاعب منضبط ومعتني بنفسه بطريقه رائعه، بنيته العضليه بالنسبه لعمره ممتازه جدا. يا ساتر. دابا شوفوا مزيانه التصويره هذه. لامين يامال فوق من الاداء الكبير وانه تيراوغ لعاب عندهم 10 سنين و15 عام اكثر منه. الدري مازال جاي مع الحفاظه ديالو وتيراجع وتيقرا في الغرفه اللي مقيم بها مع المنتخب الاسباني خلال يورو 2024 بالمانيا. عارف بلي بزاف ديال الجمهور المغربي حاقد عليه من اختار الصبليون، ولكن انا شخصيا والله ما حاقد عليه، بالعكس. انا بغض النظر انه ما اختارش المنتخب الوطني المغربي، سير بقى فيه الحال، ولكن اخر المطاف شنو غادي دير؟ اختيار ديالو. وانا دابا كنستمتع ملي كنتفرج فيه كما كنستمتع نتفرج في اي لاعب تيبدع وتيمتعني وما كاينش غرام ديال المشكل. ما شفنا إيطاليا أبدا ضياع أكثر من 4-5 فرص فنيا وتكتيكيا على أرض الملعب. المهارات العالية. نيكو ويليامز الجناح الأيسر خارق، معلومات كبيرة إنه برشلونة قرب من التوقيع معه. لامين يامال بدري كان رائع جدا رغم تضييعه لفرص.
أكيد مع قيادة رودري بخط الوسط وفابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان، إسبانيا ترسل رسالة للجميع بأننا قادمين لتحقيق اليورو بهؤلاء الأطفال الصغار، وأولهم وعلى رأسهم لامين يامال. ما بدنا ننسى الأظهرة كارفاخال وكوكوريلا. تشكيلة إسبانيا مرعبة، خصوصا بوجود هالداهية الصغير العمر 16 سنة لامين يامال. ما طبيعي. لا تنسى اللايك والفولو. صغير. احساسي انه لامين في الوقت الحالي بعد اليورو هيكون هو السلاح اللي هيتنور اكتر بكتير من جمهور برشلونه ومن اداره برشلونه للرد على صفقه امبابي. يعني انا كبرشلونه ما اقدرش ان انا اقف قدام صفقه امبابي باسم رنان موجود لان معيش فلوس، لكن هفضل طول الوقت ابقى حاطط اسم لامين يامال ده على البوستر الموجود في الكلاسيكو، على اسم موجود في كل حاجه، عشمان ان هو يقدر يسد في المعركه اللي زي دي. بحسس الناس ان عندي قيمه كبيره جدا جدا، برفع في سعره جامد جدا جدا. عنده الاساس ان هو يكون حاجه كبيره. افضل موهبه بالعالم. كلنا لازم نقوم نعترف انه هيدا اللاعب يلي عمره 16 سنه فقط افضل موهبه بالعالم ولا يقارن باي لاعب هلا حاليا غيره. اصغر لاعب بتاريخ اليورو بشارك، واصغر لاعب بتاريخ اليورو بيصنع اول هدف بهيدا العمر. واي هدف من اجمل صناعه الاهداف ممكن تشوفها. وعلى مين؟ على المنتخب الكرواتي. المنتخب الكرواتي يلي ينعد من اقوى الفرق الاوروبيه، يلي وصل باخر نسختين بكاس العالم الى النهائي ونصف نهائي. لامين يامال بهدل دفاع كرواتيا باكمله، بهدل واحد من اقوى المدافعين بالعالم فارديول، نفس اللاعب اللي تبهدل من ليو ميسي. لامين يامال ما تجبر العالم تقارنه بميسي، بس اذا بقي هيك حنضطر نقارنه بقدوته ميسي. انت راح تعذبنا السنين الجايه. هذا ما يبدو. انا بعتذر، رسالة اعتذار مني لمنتخب اسبانيا، لمشجعين اسبانيا، لكل من قال انا اسباني، لانه ما مرشحون انا لبطولة اليورو، ولكن بعد مباراة اليوم وبعد اداء اليوم اسبانيا ضمن المرشحين للبطولة. نيكو ويليامز ولامين يامال مع بعضهم لا تجمعوهم مع برشلونة. بيريز اعمل المستحيل، جيب نيكو ويليامز لعنا، اعمل المستحيل، لانه هدول الاثنين اذا لعبوا مع بعض يرجع البرشا، بغض النظر مين المهاجم، بغض النظر مين المدرب. ماكينات، حلول فردية، حلول جماعية، 1 مع 1، 2 مع 1. لا تجمعوهم مع برشلونة يا ناس. بيريز لا تجمعهم مع برشلونة إذا حبيت تضل مسيطر محليا أقل شيء. نيكو ويليامز لا تسمح له ولا واحد ميرو مع برشلونة. لعيبي اثنيناتهم مع بعضهم، لعيبي نفاثات بس. والله سبحان مبدل الأحوال، الأب ديال كابيتانو ديال المنتخب المغربي لأقل من 15 عام لويس فيليس، وهو مفتخر بتمثيل ولده لأسود الأطلس بالرغم من أن الأب إسباني والأم مغربية. وفي عالم موازي الأب ديال اللاعب لامين يامال النصراوي مفتخر بتمثيل الولد ديالو منتخب إسبانيا بالرغم أن الأب مغربي منحدر من إقليم العرائش وأم من غينيا الاستوائية. لامين يامال معفي من الحصة التدريبية مع منتخب إسبانيا، عندهم مباراة حاسمة أمام منتخب إيطاليا. معفي من الحصة التدريبية لامين يامال بسبب الدراسة والامتحانات. لامين يامال إلى كل شخص بشكك بعمر لامين يامال 16 سنة عنده امتحانات رسمية. لامين يامال أفضل موهبة، لامين يامال أفضل شاب، لامين يامال الأفضل في إسبانيا. حامي منتخب إسبانيا لامين يامال. تخيلوا بينهي المباراة مع منتخب إسبانيا لامين يامال، غدا ما عنده حصة تدريبية، عنده دراسة، مهتم بالدراسة، يريد أن ينجح في كرة القدم والدراسة.